كرسي الحكم. جهاز الاستخبارات العظيم ده اللي يعتبر اخترق دول العالم حتى الكبرى منها، متى تم إعداده؟ هل السيسي لما قعد على كرسي الحكم جاب شوية رجالة ووزعهم على العالم وقال لهم خلال يومين تكونوا اخترقتوا العالم كله؟ العقل بيقول، العقل وحده بيقول إن ذلك الجهاز العظيم وتلك الاختراقات الهائلة تمت على مدار عشرات السنوات، وتوفرت لها كافة الإمكانيات وعوامل النجاح لتوفير مادة معلوماتية للتجهيز لمرحلة فاصلة في عمر الوطن والعالم. اجتمعوا على العراق فسحقوها، اجتمعوا على سوريا فنسفوها، اجتمعوا على ليبيا وعلى اليمن فشردوهما. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا فندم. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم الصقر المصري. فيديو النهاردة بعنوان إنها مصر يا سادة. مصر تحبط عملية انقلاب على الأسرة المالكة السعودية منذ عامين ونصف، أطرافها صهيونية قطرية إيرانية، والسعودية توجه الشكر لأجهزة مصر. إذن العقل بيقول إن مصر اخترقت الأطراف صاحبة المؤامرة مخابراتيا. روسيا تشكر الأجهزة الاستخباراتية المصرية العام قبل الماضي على تعاونها في كشف مخطط إرهابي داخل الكريملين. إذن مصر لديها اختراقاتها القوية داخل روسيا نفسها وداخل المنظمات الإرهابية. مصر تحبط عملية إرهابية داخل تشاد مخططة في قطر، تقاطع تشاد على أثرها دولة قطر وتطرد السفير. مصر توجه ضربات بدقة متناهية للمواقع والتمركزات الإرهابية داخل ليبيا، مما أذهل كل أجهزة المخابرات المتواجدة في ليبيا والتي لم تستطيع الوصول لتلك المعلومات الدقيقة عن ليبيا. العالم أجمع توقع فوز هيلاري في الانتخابات الأمريكية، العالم أجمع يعد العدة للتعامل مع أمريكا برئاسة هيلاري، ومصر وحدها تتوقع فوز ترامب وتؤكد إنه سيكون الرئيس القوي لأمريكا. ويتضح صحة الاستخبارات المصرية عن المواطن الأمريكي، فقد أكدت كل الاستطلاعات العالمية نجاح هيلاري، بينما استطلاعات مصر وحدها من توقعت فوز ترامب. الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني في شهادته لمحاكمة مرسي قال إنه سنة 2003، بتقولوا سنة كام؟ سنة 2003 تم رصد مجموعة من المصريين الذين سافروا للتدريب في أمريكا وصربيا على الثورات والتخريب والتجهيز لإثارة الفوضى وإسقاط مصر إلى آخر الشهادة. خلال محاكمة مرسي تم عرض الوثيقة الرسمية لتجنيد محمد مرسي كجاسوس أمريكي، وهذا النوع من الوثائق لمن يعلم طبيعة عمل الأجهزة المخابراتية. هذه الوثيقة يتم الاحتفاظ بها في خزينة سري جدا داخل مبنى المخابرات الأمريكية. كفاية كده عشان الوقت ومساحة الفيديو. كل السابق مجموعة الحالات الاستخباراتية التي أعلنت في وسائل الإعلام وكلنا سمعنا عنها وقرأناها في الصحف، وأعلنت عنها المصادر الرسمية الروسية ومن حضروا فعاليات المحاكمات. ومش هذكر مواقف لم تعلن عنها عشان محدش يقول فين مصدرك. جهاز الاستخبارات العظيم ده اللي يعتبر اخترق دول العالم حتى الكبرى منها، متى تم إعداده؟ هل السيسي لما قعد على كرسي الحكم جاب شوية رجالة ووزعهم على العالم وقال لهم خلال يومين تكونوا اخترقتوا العالم كله؟ العقل بيقول، العقل وحده بيقول إن ذلك الجهاز العظيم وتلك الاختراقات الهائلة تمت على مدار عشرات السنوات، وتوفرت لها كافة الإمكانيات وعوامل النجاح لتوفير مادة معلوماتية للتجهيز لمرحلة فاصلة في عمر الوطن والعالم. اجتمعوا على العراق فسحقوها، اجتمعوا على سوريا فنسفوها، اجتمعوا على ليبيا وعلى اليمن فشردوهما. في تلك الدول المنكوبة عندما تسير على أي طريق تجد على جنباته رصاصات عليها أسماء نصف الكوكب: رصاصة داعشية، رصاصة تركية، رصاصة إيرانية، رصاصة فرنسية، رصاصة إنجليزية، رصاصة أمريكية، رصاصة إسرائيلية، رصاصة إيطالية، رصاص من كل دول العالم تداعت على العرب. وكان تفسيرنا إن السبب في ذلك هو ضعف الجيوش الوطنية لتلك الدول. اللي عنده جيش قوي ما ينضربش على بطنه. صح الكلام ده حضرتك ولا إيه؟ مش هو ده اللي قاله السيسي؟ صح ولا لأ؟ وعندما أتت كل تلك القوى مجتمعة على مصر في 3 يوليو 2013 وكل منهم يضع يده على زر الإطلاق لكافة الأسلحة الموجهة،
فجأة رجعوا يجرون أزيال الخيبة والندامة. يا ترى رجعوا ليه؟ ولم يجرؤوا على دخول مصر، مع ان مصر كانت في أسوأ حالتها بعد 3 سنوات خراب وسنة حكم إخواني إرهابي. هل مثلا قلبهم حن فجأة على مصر، ولا حد طلع اتحايل عليهم يمشوا فمشوا؟ الفكاهي في الأمر ان بعض الناس بيقول انهم رجعوا عشان السعودية هددتهم. هم نفس الناس اللي كل يوم يقولوا ان السعودية تابعة لأمريكا وليس لها أي سيطرة على قرارها، وكأن عقولهم في أجازة. كلاب النار وأمريكا وحلف الناتو رجعوا خائبين، لأنهم ببساطة وجدوا أمامهم جيشا لا يضرب على بطنه، وجدوا كل أهدافهم الحيوية تحت القصف المصري وينتظر الإشارة. وكل ده مثبت في اعترافات أصحاب القرار الأمريكي في الوقت ده. الجيش اللي يقدر يواجه ويرضع الأساطير الأمريكية وقوات الناتو وينظف أرضه من كلاب النار في حرب عصابات غير متعارف عليها في فنون الحرب على مدار 7 سنوات، هو جيش تم إعداده وتطوير فنونه القتالية وتزويده بكافة ما يلزم لمواجهة تلك اللحظة الفارقة وتلك السنوات المريرة. والعقل وحده بيقول إن ذلك الجيش تم تجهيزه ليصل لتلك الكفاءة على مدار عشرات السنوات. ولا السيسي جاب الجيش معاه وهو جاي مثلا، ولا عشان غير الزي بتاع الجيش كده الجيش أصبح قوة لا تقهر. إن شاء الله إن الجيش اللي أعطى التحية لثوار الخراب في يناير 2011، والجيش اللي جلس مدير مخابراته عبد الفتاح السيسي مع خونة يناير 2011 وأعطاهم الأمان، هو نفس الجيش اللي واجه قوى الأرض مجتمعة ورضعها وحارب كلاب النار المدعومين من نصف الكوكب ودحرهم، ويشارك الآن في تحرير دول مجاورة، مع الأخذ في الحسبان إننا لم نستخدم قطعة حربية واحدة من القطع المشتراه حديثا في تلك المواجهة 3 يوليو 2013، ولا حرب الوجود على مدار 9 سنوات. هو نفس الجيش بنفس العناصر المقاتلة بنفس الأسلحة بنفس التدريبات منذ 2010. هو نفس الجيش اللي بيشرف على المشروعات العملاقة. هو نفس الجيش اللي بيصنع أدوية الردع للمواجهات البيولوجية. ولا الناس اللي شغالة في المجال ده جايين مرتزقة للجيش المصري؟ وفي النهاية أتمنى تكون الرسالة وصلت. اللهم احفظ مصر وشعبها العظيم من كل سوء. اللهم احفظ جيش مصر وشرطتها. اللهم ارحم شهداء الوطن. عاشت الأمة العربية وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.